مصر هتعمل ايه بكرة قدام بلجيكا في واحدة من اصعب الليالي واكثر التحديات صعوبة في تاريخ منتخب مصر؟ منتخب مصر يضرب موعدا مع منتخب بلجيكا في واحدة من الليالي والسهرات الكروية الممتعة المنتظرة من قبل الجماهير حول العالم. منتخب مصر التشكيل الاقرب لمنتخب مصر بكرة ان شاء الله هيكون 5-4-1 5-4-1 يا صديقي. في خط الدفاع من اليمين للشمال محمد هاني وحسام عبد المجيد وياسر ابراهيم وحمدي فتحي، وباك ليفت احمد فتوح. نص الملعب هيتكون من رباعي ناري، وبالنسبه لي هو ده اهم خط في المباراة بكرة، هو خط نص الملعب. محمد صلاح في الجبهة اليمنى، ومروان عطية وإمام عاشور، ووينج ليفت أو هاف ليفت محمود حسن تريزيجيه، ورأس حربة وحيد وهو عمر مرموش. مصر بكرة قدام تحدي صعب، وخاصة 3 لعيبة في منتخب بلجيكا، دوكو وتروسار وايضا دي برويني. دول ال3 لعيبه دول لو انت قدرت توقفهم، اي نعم كل لعيبه بلجيكا قويه، ولكن ال3 دول بالذات لو انت قدرت توقفهم هتحد بنسبه 80% او 70% من قوه المنتخب البلجيكي. طيب مصر هتوقف بلجيكا ازاي؟ تابع معايا. منتخب مصر هيلعب ب 5-4-1، ومنتخب بلجيكا هيلعب ب 4-3-3 الاعتياديه، مع احتماليه قلب الدفاع بتاع نص الملعب اللي هو اونانا. نص الملعب الثالث بيزيد مع ال3 اللي قدام، بيبقى ب 4-2-1-3. يا صديقي مصر بكره لازم تركز قوي مع دوكو بالذات، يعني ده دوكو تمام. منتخب مصر ده هيبقى شكله الدفاعي، خلي بالكم عشان تبقوا فاهمين، بس هيبقى كله تحت الكوره بالشكل ده، ولازم نقرب الخطوط. لازم منتخب مصر يقرب الخطوط، ما نسيبش مساحه لمنتخب بلجيكا ان هو يمرر الكوره. يعني مثلا الكوره هي ماشي، منتخب بلجيكا ضاغطنا زي ما انت شايف كده، وهتلاقي دوكو هنا ومش عارف تروسار ودي برويني واونانا، طبعا العمالقه بحالهم، موجودين تمام. فما كان على منتخب مصر وما يجب على منتخب مصر ان هو يقرب الخطوط من بعضها. لازم منتخب مصر يقرب الخطوط علشان دوكو ما يلفش. انا مش عايز دوكو يلف كده، مش عايزه يلف، انا عايزه يتكتف تكتيفه محترمه. محمد يا هاني، يا محمد يا هاني صحصح معايا يا محمد يا هاني، ماشي. فدوكو ما يلفش ازاي معرفش، ماشي. وبالمناسبه محمد هاني هيلعب على دوكو، وهيكون الباك جراوند بتاعت محمد هاني، الخلفيه بتاعت محمد هاني هتكون حسام عبد المجيد. هيغطي ورا محمد هاني مباشره. يعني دوكو هيقابلوا 2 لعيبه من منتخب مصر، محمد هاني، ولو لا قدر الله عدى من محمد هاني هيكون في انتظاره وله بالمرصاد حسام عبد المجيد. فلازم محمد هاني وهو في الجبهه دي كده وهو قافل على دوكو ما يلفش. عايزهم لازقين في بعض كده، عايز دوكو ومحمد هاني يكونوا لازقين في بعض كده. ولو لا قدر الله دوكو عدى من محمد هاني لازم يكون مقابله على طول حسام عبد المجيد. وحسام عبد المجيد ما يدوش خيارات كتير، يعني ما يدوش خيار ان هو يباصي، ما يدوش خيار ان هو يعدي يعرض يعدي يعمل مهاره واحده، لا كتفه. عدى منك اعمله فاول، عدى منك حاول تحد من الخطوره على قد ما تقدر، لان ده لعيب ما بيرحمش. ده لعيب، ده امهر وينج في العالم قولا واحدا. انت بتلاعب امهر وينج في العالم بجانب لامين يامال واوليسيه، فلا ده مهاجم ما بيرحمش وجناح ما بيرحمش. فمطالب من محمد هاني ان هو ما يخلوش يستلم بوشه، يستلم بظهره. ولو استلم بوشه يكون بيستلم هنا، يعني دوكو ينزل هنا يستلم، يعني عايز يستلم بوشه ينزل هنا نص الملعب. انما دوكو ما يكونش هنا عند حدود ال 18 في المنطقه دي كده ويستلم بوشه، تبقى كارثه. هيديك واحده ارطوح هيعميك على طول. فلازم محمد هاني يركز قوي مع دوكو. وحسام عبد المجيد ايضا هيكون عليه دور قوي جدا. اللي هيعمل الدور ده مع محمد هاني هيبقى حسام عبد المجيد حمدي فتحي. الاثنين دول هيتبادلوا الادوار مع بعض خلال المباراه، سواء حمدي فتحي بيغطي مع محمد هاني او حسام عبد المجيد بيغطي مع محمد هاني. طب دي نقطه. طيب دي برويني بقى ديت التوظيفه الاساسيه ضده او انت توقفه هيكون محمد صلاح.
واحد يقول لي علاقه محمد صلاح بدي بروين، هقول لك الضغط اللي هيعمله محمد صلاح في الهجوم هيمنع دي بروين من اعطائه الحريه او اخذ الحريه اللازمه والكافيه لاظهار مهاراته وابداعاته في الملعب، زي ما كان محمد صلاح بيعمل مع ليفربول ضد مانشستر سيتي، وكان دايما بيحد من خطوره دي بروين عن طريق الضغط الشرس عليه، زي ما كان بيديله التعليمات يورجن كلوب. لازم حسام حسن يدي تعليمات لصلاح ومرموش، صلاح ومرموش يديهم تعليمات بالضغط الشرس والقوي على دي بروين لعدم استلام الكوره، ولو استلم الكوره يكون في مضايقات، يكون دايما واحد في واحد في ظهره كده، تمام. فلازم برضو دي بروين يتحد من خط تروسار خلي بالكم يا جماعه، مهاجم ارسنال واحد من الوينجات المهاريه لابعد درجه ممكن، وخلي بالكم رجليه تقيله قوي قوي قوي، رجليه تقيله قوي يعني، فلازم تروسار يتكتف برضه، وبرضه هنا دور فتوح ودور حمدي فتحي، زي ما قلنا السويتش اللي هيتعمل ما بين حمدي فتحي وما بين حسام عبد المجيد، فدور قوي جدا 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 على احمد فتوح وحمدي فتحي في ايقاف تروسار. الثلاث لعيبه اللي انا ذكرتهم دول لو قدرنا ان شاء الله بفضل الله ان احنا نوقفهم ونحد من خطورتهم، بنسبه كبيره جدا مصر هتعمل مباراه تاريخيه، وانا واثق ان هم هيطلعوا بنتيجه ايجابيه. يعني مصر هتطلع بنتيجه ايجابيه، ولكن بشرط تطبيق كل الكلام اللي انا قلته ده. الكلام ده لو حصل وانا بتفرج على الماتش بكره وانا قاعد بتفرج، هلاحظ كل حاجه بعيني، وهلاحظ تحركات اللعيبه، وهلاحظ يعني الدور الدفاعي والهجومي اللي هيتعمل. امام عاشور امام عاشور امام عاشور امام عاشور امام عاشور، قلتها 5 مرات، امام عاشور عليه دور قوي ومهم جدا 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 بكره، دور في غايه الاهميه، لان امام عاشور هو اللي هينقل منتخب مصر من الناحيه الدفاعيه والتكتل الدفاعي الى الناحيه الهجوميه، وخلق فرص واعده او فرص واعده بالتسجيل يعني. فامام عاشور عليه دور مهم بكره، ولازم يكون في قمه تركيزه، سواء في الناحيه الدفاعيه والمسانده الدفاعيه، او في الناحيه الهجوميه ونقل الكوره من المنطقه الدفاعيه بتاعتنا للمنطقه الهجوميه لملعب او نص ملعب منتخب بلجيكا. ماتش مش سهل، ماتش قوي، ماتش وتحدي من التحديات التاريخيه لمنتخب مصر، ماتش لا يقل عن ماتش مصر وايطاليا في 90، لا يقل عن ماتش مصر والبرازيل 2009. هذا الماتش هو ماتش من المهمات القويه جدا، مباراه في غايه الاهميه، مباراه قويه، وايضا ستسطر تاريخ جديد في منتخب مصر ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب. انا واثق كل الثقه في رجال منتخب مصر، في لعيبه منتخب مصر، ان هم قادرين بعون الله على يعني اظهار معدن اللاعب المصري وقوه اللاعب المصري، وايضا يعني زي ما بيقولوا كده المصري ما بيتخافش عليه. انا واثق في رجاله منتخب مصر، واثق في محمد صلاح، واثق في مرموش، واثق في تريزيجيه وامام عاشور ومروان عطيه ومحمد صلاح، محمد هاني، حسام عبد المجيد، حمدي فتحي واحمد فتوح. واثق فيكم وواثق، وخلي بالكم مصطفى شوبير عليه دور كبير بكره، لان هيبقى فيه تسديدات وهيبقى فيه كرات عرضيه كتير، فلازم مصطفى شوبير يكون بيتعامل باحترافيه شديده في هذه الكرات، يعني ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ندخل او نطلع بنتيجه ايجابيه، يعني مصر تحقق نقطه على الاقل في هذه المباراه، وتكون انطلاقه مثاليه لمنتخبنا الوطني العزيز في كأس العالم.